تخيل جسمك من غير القفص الصدري، هل الرئة والقلب هيقدروا يعيشوا ثانية واحدة؟ معلومة طبية واحدة ممكن تغير تفكيرك كله. القفص الصدري أو الثوراسيك كيج هو الدرع الواقي اللي ربنا خلقه علشان يحمي أهم أعضائك، منهم القلب والرئتين والأوعية الكبيرة. والقفص الصدري بيتكون من 12 فقرة صدرية و12 زوج من الضلوع اللي هم الريبس، وأول 7 بنسميهم الترو ريبس لأنهم مرتبطين مباشرة بعظمة القص، والفولس ريبس من 8 ل10 ودول لأنهم مرتبطين بالغضاريف للضلع اللي فوقيهم. كمان الفلوتين ريبس دول 11 و12 ملهمش أي ارتباط أمامي. بعد كده عظمة القص اللي هي الاسترنم، ودي بتتكون من 3 أجزاء، مانيبريم وباري وزيفويد بروسيس. والضلع بيتكون من هيد الرأس، والنك العنق، والتيوبركل والشافت اللي هو الجسم، والكوستال جروف ده خدود ضلعي بيعدي فيه 3 حاجات، شريان ووريد والعصب الضلعي. التصميم ده مش صدفة، الضلوع بزاوية معينة وده بيساعد في التوسع والانكماش مع التنفس. غير الحماية، القفص الصدري كمان بيوفر مكان لارتكاز العضلات اللي بتتحكم في التنفس وحركة الكتف. المعلومة اللي هتغير تفكيرك يا عزيزي إن القفص الصدري مش مجرد عظام جامدة، ولكن الصدر ده مش عظم، ده ريش طبعا. نسيبنا من الكلام اللي فات ده، هو نظام متكامل مرن وديناميكي بيتحرك مع كل نفس بتاخده. السؤال هنا ليه الضلوع 11 و12 ربنا خلقهم عايمين ومش مربوطين بعظمة القص؟ اكتبوا رأيكم في الكومنتس، ما تنسوش تعملوا لايك وفولو عشان توصل لكم الأجزاء الجاية، والسلام عليكم.